السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في مطبخ وحلويات سليمان حضر معكم كراتان بسيط وخفيف. هذا المرة حضرناه بدون قلي. بداو بسم الله وتشوفوا الطريقة. هنا عندي كمية من البطاطا قطعتها مربعات، حطيتها في الماء تغلي، نديروا عليها الملح ونخليها تغلي. هنا الطياب تاع البطاطا ما نطيبوهاش كامل، نطيبوها قيس 80 حتى ل 85%. هنا عندي كميه قليله من الدجاج قطعته نفس الشيء مربعات، ندير عليه المطارد الخردل، نزيد كميه من الملح. هنا من الملح ما تكتروش لخاطرش الخردل فيه الملح. ندير عليه الاعشاب العطريه، دير شويه كركم، دير شويه بابريكا مرفه صغيره حسب كميه الدجاج اللي عندكم. هنا عندي توابل الشاورما، دير كيف كميه قليله ونخلط. اذا عندكم دانية الزنجبيل ملح للدجاج، واذا ما عندكمش توابل الشاورما ديروا توابل الدجاج عادي. شويه فلفل كحل. انا في مرميطه نحط شويه زيت، نقلي هذاك الدجاج. النار تكون قويه دائما، صدور الدجاج قلوهم على نار قويه باش يقعد الماء داخل ما يجيكمش ناشفين. هنا البطاطا شوفوا هي طيب قريب حطيب طيب بين 85 90% ونحوها. هنا نقلي مليح الدجاج، قلت لكم النار تكون قويه باش الدجاج يكون داخل طري ما يطلعش هذاك الماء. شوفوا هذيك لاكراس اللي بقات في المرميطه ما نبدلوش المرميطه ولا نغسلوها مباشره، نحطوا حبه بصل صغيره تكون مرحيه. كي نحطوا هذاك البصل نديكريسيو المرميطه تاعنا، هذوك لاكراس تاع الدجاج كامل تدخل في البصل، نقليه مليح. كي نحط البصل نقص على النار باش ما يتحرقش. هنا نزيد حبه فلفل خضر وحبه فلفل حمر. اذا ما عندكمش الحمر ديروا غير الخضر، اذا عندكم الحمر وحده ديروا، المهم ديروا فلفل حمر ولا خضر. اذا عندكم حمر وخضر ديروا حبه منا حبه منا، ولا ديروا زوج حبات تاع فلفل خضر يزيد له بدنا ما شاء الله. هنا ندير فلفل كحل، الملح ما تنساوش. هنا كي نحطها البصل والفلفل لازم نقص على النار. ندير شويه بابريكا، هنا البطاطا بعد ما طابت نصفيها، نحط هنا ناخد سنيوات تدخل الفرن، نحط البابي كويسون، نرمي هذيك البطاطا، ندير عليها التوابل اللي هما بودرة الثوم. نسيت نقول لكم الدجاج زيدوا ديروا له شويه بودرة الثوم، ما صورتهاش انا بصح انا درت له شويه بابريكا، شويه فلفل كحل، كميه قليله باش نتبلوا البطاطا، ونزيدوا عليها الاعشاب العطريه. الاعشاب العطريه يجوا بزاف بنان مع البطاطا، ولا ما عندكمش ديروا الزعتره تاني تعطي البنه للبطاطا، ولا معدنوس يابس. ندير عليه شويه زيت، اذا حبيتوا زيدوا شويه زبده، ونخلط كامل هذه التتبيله، نخلطها في البطاطا ونحطها في الفور. نشعل الفور يكون هكذاك 180 درجه، شغل كلي رانا نقلو فيها. الطريقه تاع البطاطا تستغناو كامل على القليان، تجي والله كلي مقليه وما يفيقوش دراري بلك ماشي مقليه. تحسي لها ان قليتيها ونحن ما قليناهاش. بهذه الطريقه ولو تستعملوها في الكراتات تاعكم، منها تنقصوا الزيت
منها مليحه للصحه. شويه اذا تحبوا ديروا زيت زيتون يكون خير، شويه زيت زيتون مع شويه زبده، وخلوها في الفور تتحمر، تولي ما شاء الله تولي كلي مقليه، تجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه تاع اليوم. خلط مليح هذه التوابل في البطاطا. شوفوا بعد ما خرجناها من الفور تبان كلي مقليه وهي ما قليناهاش. هنا نحطوا كميه من البطاطا. شوفوا هذيك لاصوص ما درنا لها قطره ماء، بعد ما تقلى الفلفل والبصل زدت عليه هذاك الدجاج، خلينا واحد 10 دقائق وخلاص طاب. هنا حطيت كميه البطاطا ونزيد هذاك الصلصه اللي درناها، شويه دجاج وفلفل وبصل، ونزيد عليه كميه من البطاطا قراطه عادي. اخر حاجه اللي نديروها هو الجبن والصلصه البيضاء. هنا تقدروا تخلوه هكذا القراطه هكذا ديجا بنين، برك شويه زيدوا له الماء لاصوص باش يجيكمش ناشف. انا نفضل ندير شويه لا كريم فريش، كميه قليله، قيس نص فنجان ماشي بزاف تاع لا كريم فريش، تعطيلو بنه خير وخير. اخر شي نديرو الفرماج، قراطه بزاف بنين. ومن بعد نحطوه يتقراطينا، ندخلوه الفور شي 5 دقائق هكذاك، يكون الفور ديجا شعلناه يكون سخون، قيس ما طيب هذيك الكريمه ويذوب هذاك الفرماج، وتاكلوا بالصحه والعافيه. قراطه خفيف بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه في ديوركم. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.